بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابنا في كل مكان داخل الوطن العزيز، الأسير وخارجه، من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم، متمنيا لكم أيها الأحباب أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. هذه هي الحلقة 206 بحمده تعالى من قناة سلام الإعلامية المباركة، برنامج مع اللغة العربية. وأسعد دوما أن نطل عليكم عبر هذه القناة، متمنيا لكم دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه. أحبابي في كل مكان، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة أيها الأحباب نفتتح البرنامج ونختتم بها. اليوم أيها الأحباب في هذه الحلقة من هذا البرنامج، وأنا أقلب صفحات المراسلات بين الإخوة والأخوات، فوجدت، يعني أنا في تصوري هو كنز من كنوز التاريخ الثقافي الأدبي في اللغة العربية في إريتريا في تاريخها القديم. وهي أعتقد هذه القصاصات بعث بها أحد الإخوة الأعزاء، أعتقد اسمه محمد الصايغ، وحاولت الاتصال عليه مجددا ولكن جهازي لم يمكنني من الوصول إليه. ربما نكون أحيانا أنت تدوس في، تضغط على شيء فتطلق أمر كده لا يحمد عقباه، فلا تستطيع أن تصل إليه مرة أخرى. والجهاز هذا، جهاز الجوال، يحفظ أشياء ويمسح أشياء على غير ما تريد يعني. وهذه يعني آفة التكنولوجيا الحديثة، يعني ليس كالكتاب ووثيقة أمامك. ولكن سبحان الله، أنا احتفظت بتلك الوثائق في على ديسكتوب، يعني برا على إحدى الأجهزة، فوجدت تلك الكنوز الثقافية. فقلت لا حرج أن نشارك إخواننا وأخواتنا المشاهدين عبر هذه القناة المباركة بشيء من التاريخ. والقصاصات التاريخية عزيزي المشاهد هي قصاصات ثمينة جدا ولا توجد. وأعتقد الرجل مجهوده مقدر أنه صور من كتاب ضخم، يعني أمامي الصفحة 199. معناه هذا كتاب ضخم ومشهور. إذا استمع لهذا البرنامج أرجو أن يعود إلي بأي شكل من الأشكال. آه الكنز هذا الذي سأقرأ صفحات منه، وقد لا يكون مرتبا، لأنه ترتيب الأشياء المرسلة أحيانا يعني يصعب عليك أن ترتبها بأرقامها وهكذا. ولكن عنوان يعني استوقفني كثيرا: كرن والأدب العربي. كرن، المدينة المعروفة الشهيرة التي انتهت على أرضها الحرب العالمية الثانية. هزم الطليان على جبال كرن، الإنجليز وحلفائهم أجوا وهزموا الطليان ومحورهم يعني. فكرن هي مدينة تاريخية، الآن توجد في إقليم عنسبة، وسابقا كانت في إقليم سنحيت. مدينة كرن مدينة تاريخية عريقة، تتميز عن المدن الإريترية بكثير من الخصال. كرن يكفيها فخرا وشرفا أنها أرض أسست عليها الرابطة رابطة الاستقلال، الرابطة الإسلامية، الرابطة التي قالت لاستقلال إريتريا بالكامل. وكرن يعني موطن عدد من الأبطال والشهداء في التاريخ السياسي والتاريخ النضالي. كرن كانت تغذي كل المدن الإريترية بالعلم، بالثقافة، بالرياضة، بالأدب، بالعمران، وكل ما يمكن أن توصف به مدينة حضرية. والكرنيون عزيزي المشاهد يتميزون عن غيرهم من أبناء المدن الأخرى بكثير من الخصال. في مدينة كرن هذا مدخل
أنا قبل أن أقرأ إليكم ما هي قراءتي لهذه المدينة. في مدينة كرن تتكسر أشياء وتتلاقح أشياء، تتكسر الأعمار والسحنات والخلفيات والمرجعيات، فيصبح الإنسان كرني بمعنى الكلمة. أهل كرن لا يسألون الناس عن أجناسهم وعن قبائلهم وحتى عن معتقداتهم كذلك يعني. وتتلاقح في كرن الثقافات واللغات وكثير من الأشياء إلى أن يعني يصبح الإنسان كرني. وفي نفس الوقت حتى الأعمار، الكرن يمكن أن تجد شيخا طاعنا في السن عمره في 80 و90، وبينهم عمر 60 وعمر الكم و20. وهكذا هكذا قراءتنا، هكذا هي القراءة، وهكذا ما شهدناه يعني. فتجدهم يدخلون في حالة مشتركة يعني مع اختلاف التجارب. في نفس الوقت الكرنيون مشهورون بالملح والطرف الجميلة يعني، وأنا يمكن أن أشير بعض الأشياء في نهاية الحلقة إن شاء الله. ولذلك هذه هي كرن، كرن الأبية وكرن الأنيقة وكرن التاريخ. مدينة كرن هي أكثر المدن الإريترية التي تعج بالمعاهد، ولذلك في كرن اللغة العربية الراسخة، فيها أكثر من معهد ديني لغوي منذ التاريخ إلى هذا اليوم. وفي كرن يعني آه، تبرز الشخصية الإريترية التي يمكن أن تكون أنموذج لفكرة التعايش السلمي والتواد بين الناس. وأنا دوما أقول لأي فئة تريد أن تحكم إريتريا فلتخرج دستورها من مدينة كرن. أنا يعني عشان ما حتى لا يقولن أحد أنه يتعصب لمدينته كده، أنا مدينة كرن، أنا بين مدينتين، كرن في النص بين أسمرة وغردات، أتوزع هكذا. ولكن كرن تظل هي البوتقة التي تجتمع فيها ملامح الإنسان الإريتري. فالدستور الإريتري يمكن أن يؤخذ من هذه المدينة، في التسامح، في التعايش، في التوادد، في التوافق، في أشياء كثيرة يعني. وكما قلت كرم فيها أشياء كثيرة. الآن أدخل إلى أعتقد من الصفحة 198، عنوانها كرم والأدب العربي. هذا عنوان يعني يتقاطع تماما مع ما يهدف إليه هذا البرنامج أيها الأحباب الكرام. لحظات وأعود فأقرأ مما بين أمامي من تلك الصفحات، قد تكون متناثرة ولكن أقبلوها مننا طالما هي عن مدينة كرن وفي بعدها الأدبي والثقافي عبر التاريخ. عزيزي المشاهد، يقول الكاتب: ظلت كرن كما قلت آنفا، هو يتحدث في الصفحات السابقات، وما زالت موطنا أصيلا ومستقرا، أي مستقرا مكينا للغة العربية، ورافدا من روافد الثقافة العربية، وثيقة الصلة بمصر والسودان، يفد إليها من البعثات الأزهرية علماء كرام، وترد إليها الصحف والمجلات العربية كآخر ساعة، روز اليوسف، والمصور، وروايات دار الهلال، والهدي النبوي. وإني لأذكر تلك الخزينة المليئة بمطبوعات الأدب العربي من إنتاج مصر، من كتابات إحسان عبد القدوس، وجبران خليل جبران لبنان، والمنفلوطي مصر، ومجلة الأزهر الشريف، والتي كنت أشاهدها في منزل الأستاذ جامع رحمه الله، والد صديقنا الشهيد أحمد جامع، بحلة عد عقد. عد عقد دي واحدة من الأحياء. وأنا يومئذ في سن ال15 من عمري تقريبا، وعلى ما يبدو كان الأستاذ جامع من رواد الثقافة العربية الناهلين من منهلها العذب، وهو من أصل صومالي. وكان ابنه الشهيد أحمد
آية في الذكاء، لا يرضى بأقل من مرتبة الأول في اجتياز الفصول الدراسية. استشهد رحمه الله وهو يؤدي واجبه الوطني ضمن كتائب جبهة تحرير إريتريا. انظر إلى أهمية الكتاب عزيزي المشاهد وأهمية ذكر التاريخ. ويقول الكاتب: إذا ما أفقر الجيب، وغالبا ما يمسي ويصبح خاليا من المال، وألحت الحاجة إلى توفير تذكرة فيلم هندي أو إكمال ما تبقى من سعر التذكرة، غلاغ يعني على حد تعبير الكنانيين، غلق لنا غلق يعني أكمل ما تبقى لنا. وبرضه في أغردات كانوا يقولون هكذا. على حد تعبيرات الكنانيين، استسمح أخونا الشهيد أحمد جامع رحمه الله، يعني يستسمح جدته رحمه الله في أن يأخذ من خزينة والده تلك ما تقع عليه يداه من الكتب والمجلات المكدسة والمغبرة ليبيعه، فإذا ما أذنت له جدته، وكثيرا ما كانت تأذن يعني بحكم العاطفة يعني. أما بيع الكتب فهي شقاوة الأطفال. وكثيرا ما كانت تأذن له اتجهنا به نحو دكان الأخ منصور حاج علي ليشتريه منا بما يمكن أن نعزز به قدرتنا المالية لدخول الفيلم. وأظن أن منصورا كان قارئا مدمنا وعارفا قيمة ما يشتري بثمن زهيد، في حين كنا نجهل قيمة ما نبيع. وعلى هذا الدرب الثقافي في الارتباط باللغة العربية وأدبها، ظل يسير عدد غير قليل من المدرسين الكرنيين، منهم الأستاذ أبو بكر محمود موسى شنقب، فقد كانت له مواظبة على قراءة مجلة العربي الكويتية التي كانت تصدر من الكويت وتصله تباعا. وقد غادر كرن رحمه الله وأعداد من المجلة في خزائنه بدار آل شنقب. وكما حدثني أن ابن عمه الأخ عبد الله أحمد موسى شنقب أدت هذه الأعداد من المجلة دورا ثقافيا مهما في كرن خلال الثمانينيات، إذ كان الكثير من ناشئة كرن ومثقفيها الشباب يستعيرونها للقراءة ثم يعيدونها إليه. كذلك كانت للوزير الإريتري الأسبق محمد سعيد فكي علي، محمد سعيد فكي علي رحمه الله، مكتبة عربية في منزله بكرن، أعتقد في الحكومة الأولى، حكومة البرلمان، برلمان 52 يعني. تضم إصدارات مجلة الأزهر الشريف وبعض القواميس العربية كالمنجد، وكانت له مناقشاته ومحاوراته مع بعض حملة العلم. وقدر لي أن أستمع إلى شيء من هذه المناقشات يوم زرت منزله في السبعينيات، مصاحبا مبعوث دار الإفتاء السعودية إلى معهد أصحاب اليمين الشيخ محمد سراج الهرمي. وأنا يومئذ طالب بالمعهد، بالرغم من أنني لا أذكر موضوعات الحوار، إذ لم أبلغ من الوعي الفكري ساعتئذ ما يمكنني اليوم من استحضارها، إلا أنني أرى فيها نوعا من أصالة الوعي باللغة العربية وإمكانية تألق المدينة ثقافيا لو لم يحل بينها وبين التواصل مع منابع الثقافة الإسلامية ومصادر الأدب العربي، وفوق ذاك عزيمة الإنسان الكرني على تقدير الثقافة الإسلامية بلغتها العربية والثبات عليها والمضي في دروبها مهما كانت العزلة المفروضة عليها من نظام الإمبراطور هيل سلاس. انظر يعني، وجاء بعد الإمبراطور من جاء إلى هذا العهد الأسود الذي نعيش. أيضا السيد
حسن مهري رحمه الله كانت له مكتبة منزلية متواضعة بها عدد من المراجع الإسلامية والأدب العربي، وربما ورثها عن والده الشيخ محمد نور علي مهري رحمه الله، الذي كان قاضيا شرعيا لمدينة كرن، وحسب ما أعلمت أنه أوقفها، وكان ممن يحبون القراءة. كذلك ابنه السيد هاشم حسن مهري أخذ ما قدر له أن يأخذ من بطون التراث الثقافي العربي، وأصبح قارئا متذوقا للأدب العربي وموصولا برواده، وهو من جيل الأديب الإريتري المرحوم عبد الرحمن سكات الشاعر الكبير رحمه الله. ومن أقرب أصدقائه في كرن جمعتهما الثقافة العربية ووحدة الرؤية الفكرية، إذ كانا يجلسان معا الساعات الطوال ينهلان من كتب الأدب العربي ما استطاعا إلى ذلك سبيلا. وبهذا أضحى السيد هاشم مثقفا حذقا، إذا ما جلست معه أمتعك بحلاوة حديثه ورصانة تعليقاته، ويظهر لي أنه يتابع الإصدارات العلمية بشغف، وقد أهديته بعض الإصدارات الإسلامية فما كان يمل من قراءتها، ويذكر لي عند مهاتفته أنه قرأها من غلاف إلى غلاف. ويقول الكاتب: وعرفت كرن نادي النهضة الثقافي الذي ظل يصدر مجلة المنار، توقفت بعد 8 أشهر من صدورها، وكان سكرتيرها السيد عبد الرحيم عثمان كيكيا. أيها الأحباب، أنتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، ونقلب صفحات من تاريخ أدبنا العربي، وتحديدا بمدينة كرن. عزيزي المشاهد، وتقول القصاصات التي أمامي في الصفحة 206: كان للشاعر عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه له قصائد عدة نشرت في الصحف اليمنية، ورثاه أدباء اليمن حيث مات في صنعاء رحمه الله. يقول سكاب وهو من أبناء مدينة كرن، وفي قصيدة عنوانها مشكاة منشورة في معجم الباطين للإبداع الشعري، قال فيها سكاب: أنا للود وبالود أنا، ما له من سادن إلا أنا في الآفاق مسك جانح تتحساه انعتاقات المنى، أنا مفتون يناجي حدسه عافيا كل انبهارات الدنا، تزدهيني في حمي لحظة سبحات من معانيها السنا، يا له عطر رحيق علنا من جناه ولقد أنهلنا. هي قصيدة مشهورة، إن شاء الله يوم ما آتي فأقرأها عليكم كاملة إن شاء الله. إن كرم كما تقول هذه الوثيقة لتفتخر به شاعرا فالسكاب، وثائرا، وأديبا راقيا، وبكل شاعر مثله ترعرع في رباها من ذلك الجيل الأبي الأشم، وتخلد ذكر الجميع بكل اعتزاز. وأهم ما يهمنا من تقليد هذه الذكرى أن نعرف أن الكرنيين ارتبطوا باللغة العربية واستعذبوا تراثها فقرضوا القريض، وهكذا بزغ فيهم مرتشفو الشعر العربي ومحبوه، وهكذا تشرب سكانها حب اللغة العربية، يكتبون بها مقالاتهم السياسية ومقالاتهم الفكرية، وبها
يلقون خطبهم في المناسبات الاجتماعية والدينية، وبها يتحاورون في المجادلات الفكرية والمحاورات السياسية، وبها يوثقون عقودهم في المعاملات التجارية وديوناتها، وفي الأنكحة والطلاق، وفي كتابة الخطابات وتوجيه دعوات حفل الزفاف. فمن منا يجهل أو ينكر، نحن الكرنيين، أن السيد محمد حراج أو السيد بخيتاي كانا يقفان أمام واجهة جامع كرن العتيق بعد صلاة الجمعة، داعين الناس بلسان عربي دارج إلى حفل غداء بمناسبة أعراس المدينة، قائلين: الساعة 12 شرفونا، قال لكم الشيخ فلان بمنزلنا الكائن بحي فلان. وبرز فيهم مترجمو عرض حالات من اللغة العربية وإليها، منهم السيد محمد سعيد أبو هجة الشهير بمحمد سعيد دباندا. محمد سعيد دباندا، يعني اكتب لي الدباندا يعني. والسيد سليمان عبد الله، وكان لديه مكتب عرض حالات. وما زال في الكرنيين من يحاول نظم الشعر الفصيح ويتغنى بأمجاد مدينته، مصورا آلامها ومعبرا عن أحزانها. القصيدة التالية نظمها أحد أبناء كرن اسمه حامد صالح شابيلاي، ونشرها في موقع كرنينا، فجر فيها مشاعره الحزينة، وعكس من خلالها ما تقاسيه هذه المدينة المسالمة البريئة من واقع سياسي مرير سلبها أمنها وملأها خوفا ورعبا. تحدث فيها شاعرنا عن معاناة مدينته، وأسمعنا مناجاته النابعة من أعماق وجدانه لفتية آمنوا بربهم فغيبتهم السجون ظلما، بوغتوا في ديارهم وأخذوا بغيا، إنهم أبناء مدينة طالما رأى فيها شاعرنا الكرني أجمل وأبهى ما يراه محب في حبيبته. فصب ذلك في أبيات شعرية كل حرف فيه يقطر شوقا ويتدفق حنينا ويتقطر كمدا ويتفجر غضبا. ها هو يقول مسمعا من به صمم: لا فض الله فاه، لله در صديقي أبلغ الوصف وقال. لله در صديقي أبلغ الوصف وقال، وصف الهجدف جليا صاروا للؤم مثالا، عذبوا الشعب مرارا وأذاقوه وبالا، هتكوا عرض العذارى أوقدوا الحرب سجالا، مع صديق وقريب نهبوا تبرا ومالا، أوضعوا الشعب خلاله شرعوا العهر حلالا، نفثوا فيه بسم هو جواسيس حثالا، رهنوا الأمر لطاغ وتوالوا ما توالى، وبغوا دوما رضاه وسعوا جهدا ومالا، أوثقوا قومي لقيد ولأشر لشر واغتيالا، أيها الأسد سلاما أنتم حقا مثالا، قدوة للعز أسوة كلمة صارت مقالا، فقدكم يدمي قلوبا ذكركم يعلو جبالا، صوتكم ما زال يهتف بين قوم هم ثمالا، ورباكرا تنادي تشد الجمع الكسالى، أين أنتم انصروهم أهتفوا لا لا ولا لا. هذه جمال هذه المدينة الجميلة الأبية
وفي جانب آخر عزيزي المشاهد، كرن وتأسيس الرابطة الإسلامية في الصفحة 510 يقول الكاتب: لست مغاليا ولا مبالغا إذا ما قلت إن كرن هي رائدة الكفاح الوطني، إذ شهدت هذه المدينة العريقة أول مؤتمر تاريخي في مسيرة التحرر الوطني، ذلك حين توافدت إليها طلائع الوفود الإريترية من كل أطراف الديار وفجاج البلد ليضعوا ملامح ومطالب أول وأكبر حركة سياسية في تاريخ كفاح شعبنا الإريتري، حزب الرابطة الإسلامية الإريترية. هذا إلى جانب ما قدمته كرن من خيرة شبابها الأشاوس، شهداء في سبيل عز وكرامة شعبهم الأبي ووطنهم العزيز وقيمهم الدينية وثقافتهم العريقة. ومعلوم لكل متابع وعارف بتطورات القضية الإريترية إن تأسيس الرابطة الإسلامية إنما جاء قطعا للطريق على أولئك الذين سعوا لضم إريتريا إلى إثيوبيا من منطلقات طائفية، بعد إخفاق كل المحاولات المبذولة لحماية الصف الوطني من الانشطار في شأن مستقبل إريتريا واستقلالية كيانها بحدودها الجغرافية الموروثة عن المستعمر الإيطالي. اختيرت كرن لتكون منطلق هذه المبادرة الوطنية التاريخية، وشاء القدر أن تتحمل كرن مسؤوليتها الوطنية بكل فخر واعتزاز حين شرع السيد بكري ابن السيد جعفر المرغني رحمهما الله في تحرير خطابات الدعوة إلى الزعامات الإريترية لحضور المؤتمر التأسيسي للرابطة الإسلامية في كرن. من أولئك الزعماء الأفاضل والقادة الأكابر الذين كتب إليهم السيد المرغني دعوة حضور مؤتمر الرابطة كان المفتي السابق لإريتريا العالم الجليل العلامة والداعية النحرير الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر رحمه الله. لقد وصله من المرغني خطاب دعوة موقعا بعبارة: عن مسلمي كرن محمد المرغني، ومحررا في غرة ذي الحجة 1365 الموافق 27 أكتوبر 1946، ونص أو جزء من النص: حضرت صاحبة السماحة مفتي الديار الإريترية الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر، نحيطكم علما بأن مسلمي كرن وضواحيها وجميع القبائل التي تنتمي إليها قد رغبوا في عقد هذا المؤتمر إلى آخر هذا ما وصلني من القصاصات. ويقول الكاتب: كرن وأهم أنشطتها السياسية، إن مدينة أي مدينة كرن شهدت ميلاد حدث كبير من نحو تأسيس الرابطة الإسلامية، ولا بد أن ينعكس ذلك الحدث في تفاعلات حياتها الفكرية والسياسية، ولا بد أن يجعل منها في الجبهة الأمامية تقود المسيرة، أي المسيرة الوطنية ضمن غيرها من مثيلاتها من المدن الإريترية. ذلك ما كان من مدينة كرن، إذ سجلت نشاطا كبيرا في العملية السياسية الإريترية منذ أن ظهرت القضية الإريترية في عالم الوجود كقضية سياسية. وإذا كانت كرن منشأ الرابطة الإسلامية، فإن من أهم نشطاء كرن السياسيين في تلك المرحلة من الذين فعلوا العمل السياسي في المدينة وكانت لهم أدوار مختلفة في تأثيراتها ومتفاوتة في تنشيط الحراك السياسي: السيد بكر المرغني، والسيد بلاتة محمد عبد الله، والسيد إبراهيم سلطان، والسيد عبد الجليل محمد شيخ حفيد السيد عبد الجليل الكبير، وهو من مؤسسي الكتلة الاستقلالية عام 1949، وممثل حزب إريتريا الحرة داخل الكتلة الاستقلالية
سافر في نهاية 1949 إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد الكتلة الاستقلالية الذي ترأسه الشيخ الزعيم إبراهيم سلطان رحمه الله. كذلك قام بالدور نفسه السيد علي الرادآي، والسيد قاضي موسى عمران، والسيد عبد الله رقباي، أرجو أن لا أكون مخطئ، والسيد محمود موسى شنقل، والسيد آدم إدريس نور، والسيد محمد نور محمود، والأستاذ حسين محمد صالح دويد، والسيد محمد ياسين، والسيد آدم قدوف، والسيد عثمان تمرة. وهو من رجالات كرن الذين فارقوا الحياة وهم على وفاء كبير لمبادئ الرابطة الإسلامية رحمهم الله جميعا. وكمظهر من مظاهر التفاعل السياسي، خرجت من كرن مشاريع سياسية في حل المسألة الإريترية، من ذلك مشروع التقسيم الذي طرحه الإنجليز وتبناه بعض السياسيين في حل القضية الإريترية، وهو في وقته كان اجتهادا سياسيا يعبر عن الرؤية المتفاعلة حينها. واليوم آخرون يطرحون، فلا نعيب على أولئك الذين طرحوها بشكلها الحقيقي والمحرف كثير من الأشياء، الآن جهارا نهارا يطرحونها وطرحوها بشكل فج وشكل غير مقبول. ربما في ذلك الوقت كانت المبررات ربما وأنا لا أؤيد تلك الفكرة. إريتريا بشعبها وجغرافيتها ووحدتها السياسية هي إريتريا التي كان ناضلت من أجلها فكرة الرابطة الإسلامية الإريترية، استقلال كامل بكامل التراب الإريتري وبكامل السيادة وكامل الاستقلال. وإلى آخر ما ذكر في تلك القصاصات. عزيزي المشاهد، أقرأ عليكم أيضا من صفحة 208، هي ملحقة بالأبيات التي قرأتها. غدا الفأر هزيرا يشعل الغاب قتالا، أين أنتم أشعلوها أطرط الوغد. تنعم بالسلم قومي ترغد بالعيش حالا، أعصبة قامت بحق قدمت فيه رجالا، إنهم كانوا دعاة ترجموا القول فعالا، كسبوا حب العباد أوسعوا للصفح بالا، كرا ترنو لقاهم عندئذ ترسل ظلالا، كرا تهفو عناقا مع من كانوا رجالا، كرا تحزن طويلا، كرا تبعث سؤالا، أين هم أبناء قومي إنهم في العلو سالا، هل لكم أبناء قومي وثبة من دبرسالا. على العموم ليست العربية بغريبة في كل أرجاء إريتريا، حتى العاصمة أسمرة ازدهرت فيها اللغة العربية كما ازدهرت في غيرها، حتى عمت شوارعها وصارت من الوضوح بحيث يلحظ شيوعها من جانب كل زائر عربي أو غير عربي. فها هو الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام الأسبق للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي زار إريتريا عام 1964، يجد للعربية وجودا ملحوظا من أول ساحة مطار أسمرة، ثم في سيارات الأجرة، وبين السكان العاصمة في حوانيتها وطرقها، مسلمهم ومسيحييهم، حيث كتب يقول: وعندما كنا في الطائرة استلمنا من المضيفة استمارات الدخول، وهي مكتوبة بالإنجليزية والحبشية، فسألنا المضيفة هل يكفي أن نملأها بالعربية، فأجابت نعم، ولكن عندما سلمناها للموظف المختص في المطار قال
إن العربية لا تكفي، علما بأننا وجدنا هذا الموظف وجميع زملائه في المطار من المواطنين والحاملين، أو عفوا الحمالين والمفتشين، يتكلمون العربية. حاولنا أن نكلم سائق سيارة الأجرة التي أقلتنا من المطار إلى مدينة أسمرة بالإنجليزية، فكلمنا بالعربية، وقد تحدث إلينا عن كل ما سألناه بالعربية. أول ما يعجب له السائح الذي يصل أسمرة أن جميع الناس فيها بدون استثناء، مسلمهم ومسيحيهم، يتحدثون اللغة العربية. هذا عام 1964 أيها الأحباب. هل غدت أسمرة وكرن كما كانت، أم أنها أصبحت غريبة الوجه واليد واللسان؟ هذا سؤال نطرحه لك عزيزي المشاهد، ربما تشاركنا الرأي إن أردت إلى ذلك سبيلا. أحبابي الكرام، سأتوقف هنا في هذه الحلقة، وسعدت بأن أقرأ عليكم قصاصات من تاريخ اللغة العربية في مدينة كرن. أيضا هذه قصاصة فيها أبياتا من الشعر، دعوني أقرأها وأختم بها الحديث. عليك سلام الله يا فرد عصره، فإنك بالرضوان أولى وأرفع، وأوسعك الرحمن زلفى ونعمة، يضيء سناها في الجنان ويرفع. وهو نفسه الذي تغنى بأبيات شعرية من نظمه، قالها يوم ولادة الرابطة الإسلامية بمدينة كرن، ابتهاجا بهذا الحدث التاريخي العظيم، وتعبيرا عن تلك الفرحة العارمة التي ملأت وجدان الكرنيين يومها، وغمرتهم بكامل العز والافتخار، إذ قال الشاعر الذي كتب هذه الأبيات: وغدت كرن بجمالها وجلالها، لتفاخر الأيام والأعوام، حتى إذا بزغت شموس وجوههم، طربوا وحيوا الوفود لزاما، وإذا بنوها يرتعون ويرقصون، ويرفعون على الربى الأعلام، سبحان من جمع القلوب لبلدة، إنا نكن لها هوى وهياما. والله ده شعر يذكرك بالشعر الجميل في أيام العرب قديما وحديثا. كذلك الشاعر محجب عبد القادر محجب رحمه الله. لقد كان الشاعر محجب عبد القادر محجب من شعراء مدينة كرن، وكانت له محاولات شعرية جادة، كما هو باد في قصيدته التي رثى بها كلا من محموداي ومحمد حنط وموسى ردي وأحمد حاج علي وعثمان فكي علي، الذين خطفهم الموت عام 1956 وهم شباب في مقتبل أعمارهم، ونشرها في جريدة الزمان في الأول من يناير 1957 تخليدا لذاكرة من سجل في سجل الخالدين. مجلة الزمان دي، جريدة الزمان، كانت تصدر في أسمرة 57 1957 تخليدا لذكراه في سجل الخالدين وللأدب العربي في كرن، ولقصيدته على وجه الخصوص: ولهؤلاء الفتية الراحلين عن حياتنا الفانية من شباب كرن، أورد مرثية تلك، نقلا عن الصحيفة المذكورة، وهي الأبيات التي قرأتها لكم أيها الأحباب الكرام. غدت كرن بجمالها وجلالها، لتفاخر الأيام والأعوام. ذكرتني بقصيدة كتبتها: يا أيها الجمع الكريم قياما، بل قبل ذاك تحية وسلاما، من شاعر متلهف للقائكم، من يوم أن هتف الجميع هياما، أن نلتقي في بهونا هذا الذي يبدو جميلا مزهرا بساما، فانعم به يوما فريجا مبهجا، واكرم ممن في القوم هو إماما، إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. على كل، أنا أتمنى أن تقع يداي على هذا الكنز، هذا الكتاب، وسأبذل قصارى جهدي بالتواصل مع الكرنيين، وربما أجد غايتي في ذلك، وربما يمن علينا صاحب القصاصات التي أهدانيها قبل فترة أن نتواصل وإياه مجددا بإذنه تعالى
أيها الأحباب الكرام، أختم الحديث مستمعينا الأعزاء ب يعني ملوحة الكرنيين، وربما كنت تحدثت عن ذلك عن هذا في حلقة آه، في هذه القناة أو قناة أخرى، لا أذكر، ولكنني دعوني أختم بها الحديث لشيء من التاريخ. يعني ذات يوم ونحن قافلة إعلامية عائدون إلى أسمرة من إقليم القاش بركة في مهمة إعلامية، فعادة ما يتوقف الفريق في سوق الخضار في مدينة كرم لنتزود، نأخذ شيئا من الخضروات كالملوخية والبامية والرجلة وهكذا، يعني لأن في أسمرة لا تجدها، وأحيانا وجدتها فهي غالية. فتوقفنا وكل منا فرنقع إلى مبتغاه. فتوقفت مع أحد الشباب البائعين، البائع للخضروات يعني، طبعا فيه بعض الفواكه. السوق الكرني سوق حديقة، يعني من طيبات ما أنعم الله على الكرنيين. فاستمعت إليه وهو يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة، يستمع شيئا في شرح القرآن والآيات وهكذا. فأنا أعلم أن الكرنيين أولا هم يعني بديهي الفطنة والسرعة والإجابة، ثم أنهم ثم إنهم كذلك يضيفون للطرف، طرفهم الكرنية المعروفة. فقلت له ممازحا: أتستمع إلى صوت الجماهير الإريترية؟ آه، قسم التجريت كرين رحيب يعني، أمازحه. وأنا الذي مرابط في في دهاليز الإذاعة أن تتحدث عن أبياء، عن آية من آيات الذكر الحكيم وتشرح. أنا أردت من مداعبته، يعني باعتباره كرني سيجيب على سؤالي الغريب، هل فيه شيء من هنا وهناك يعني. فقلت له: أتستمع إلى إذاعة صوت الجماهير الإثرية قسم التجريت كرن رحيب هذا البرنامج؟ فضحك ضحكة الكرنيين المعهودة، قال لي بالتجريت طبعا، قال لي: أما لن سمع ديبا من كرن رحيب اللي أما لن سمع ديبا يا ري. لعد ما داخل في عهد جديد قال لي يعني. الترجمة: قال لي: يوم أن نسمع من صوت الجماهير الإريترية مثل هكذا حديث، فإننا قد دخلنا عهدا جديدا. ولا زمان البلا هي يعزف الوتر وشنف السمع وشنف العين والأسماع والبصر، يعني في رأية المونديال التي كتبتها يعني. ولا زمان البلا هي يعزف الوتر وشنف الروح والأسماع والبصر. وكأنه يقول ذلك يعني. فقال لي: يوم أن نسمع من صوت الجماهير مثل هكذا كلام، فإنه عهد فإن عهدا جديدا قد أتى وعاد قد ولى. فضحكت، فقلت له، يعني أعطاني الإجابة التي نتمنى أن تكون إن شاء الله. فقلت له: لو كان الأمر بيدي، حديثي معه بالتجريت يعني، فانسرب وأتحدث بالعربية. فقلت له: لو كان الأمر بيدي وبيدينا لأسمعناكم أكثر من ذلك أيها الحبيب. أنا مطمئن إليه ومطمئن إليه. فقال لي: يا شريف، والله نحن نعلم ما في قلوبكم من رغبة وما تطمحون إليه وما تودون أن تسمعوننا مثل هكذا، نحن نعلم، ولكن ليس في يدكم شيئا تقدم، يعني ليس الأمر بأيديكم يعني. فأنتم مجبرون على أن تنقلوا لنا ذلك من السياسة والأشياء التي نبثها إليهم عربيا وتجرينيا وما إلى ذلك. أنا لست ضد التنوع، ولكن هل تعلم عزيزي المشاهد، هذا المجتمع الذي يدين بالإسلامية والمسيحية، المجتمع الإريتري، لا أبدا
إلا أن تأتي في كلمة من الكنيسة بمناسبة من مناسبات الأعياد للأخوة المسيحيين، أو في الكلام ذلك الخجول الذي يأتي لا يتعدى دقيقة أو نصف دقيقة في كلمة للمفتي، وغالبا ما فيها لا فيها آيات ولا فيها أحاديث طويلة. أما أن يأتي وعظ وشرح لآية وحديث حتى من الكتاب المقدس قديمه وجديده، هذه زلزلة البلاد وزلزلة يعني شيء، حاجة كأنه الدنيا انتهت يعني، لحاجة في نفس الحاكم والجماعة الحاكم. وهذا مجتمع يدين بالإسلام وبالمسيحية؟ أبدا، لا يمكن. فقال لي: لو الأمر بيديكم أو بأيديكم لأسمعتمونا مثل هذا وغيره كذلك وأكبر منه، ولكنكم مجبورون لا أبطال. فقلت له: ربما يأتي يوم. قال لي: إن شاء الله يا أستاذ شريف، والله بهكذا عبارة. فودعته طبعا في القلب حسرة وندامة وأماني وطموح وأشياء كثيرة، وقرأت في عينيه الكثير وفي صوتي. فقلت له: تابع برنامج من مكة المكرمة. أيها الأحباب الكرام، وقد نأتي ذات يوم أن نبث هذه الحلقة من مدينة كرم بحوله تعالى، أن نقول ما نقوله اليوم ونعيد القهقرة، الزمان القهقرة، ونقول: ولا زمان البلا، أن يعزف الوتر وشنف الروح والأسماع والبصر. إن شاء الله ما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحباب الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. تشرفت بالحديث إليكم أيها الأحباب من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف، متمنيا لكم أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة القادمة. تحياتي وتحيات الزملاء المشرفين الإداريين والذين يسهرون على إخراج هذه الحلقة بالثوب الذي يليق بمقاماتكم السامية. راسلونا، اكتبوا إلينا فيما طرحناه من أفكار وما قدمناه من قصاصات وغير ذلك فيما يتعلق باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.